اهلا بيكم في ذا فاشن بوينت. انا محمد تهامي، والنهارده التوبيك اللي هنتكلم فيه توبيك مميز جدا. شويه مجنون، شويه غريب، شويه ما سمعناش عنه قبل كده، بس زي ما متعودين احنا بنقدم لكم ناس بتعشق اللي هي بتعمله، ومادام بنتكلم باشن يبقى في حاجات مختلفه. لازم كلنا عارفين المديتيشن، التامل، كلنا بنعمله علشان نبقى اهدى، نبقى مور بالانس. بس نهى زهرة خدت المديتيشن في سكة تانية خالص. اهلا بيك يا نهى، اهلا يا محمد، ازيك؟ منورانا. آه قصتك مع المديتيشن الطبيعية اه خالص، ثم القرار الغريب اللي انت خدتيه وخدتي المديتيشن في سكة غريبة لأول مرة اسمع عنها انا شخصيا. احكي لنا الحدوتة. الحدوته جايه من ان انا اساسا يعني بشتغل في مجال التعليم اصلا. مم. و... وبعد ما بدات اعمل شيفت في الكارير ان انا اشتغل في الاداره في مجال التعليم، فشويه بتبقى الموضوع فيه ستريس عالي في الشغل. مم. وانا اساسا واخده سيستم الاداره من خلال كورسز بدرسها بره، وبعمل ريتيتشنج من خلال حبي يعني في موضوع مم. التدريس اصلا يعني. فمن هنا في وقت كنت ستريس فيه جدا. والمديتيشن كان بالنسبة لي حاجة بروح كده أشد الفيشة يعني مم. زي ما بيقولوا. فمن هنا رحت أخدت كورس مديتيشن كان مع مريم عمارة. مم. وهي حد ما شاء الله more than qualified. طبعا. آه ف وانا فاكره ساعتها قالت لي انت جايه تحضري ليه؟ مم. قلت لها انا دماغي فيها كميه دوشه مش طبيعيه، وسمعت المديتيشن ده يعني هفصل. مم. فانا عايزه افصل دماغي كده وارتاح شويه عشان خلاص على شفا انهيار عصبي يعني. فقالت لي طيب هتشوفي يعني هتلاقي ده او لا. فالكورس ده كان بالنسبه لي نقطه تحول في حياتي، مم. حياتي انا الشخصيه، كأم كبني ادمه في العموم يعني. مم. اتعلمت كده في حاجة رائعة فرقت معايا في خدت حياتي في اتجاه تاني خالص. ومن هنا كالعادة رحت بوصل المعلومة في المدرسة أو بوصل المعلومة بريتيتش، بس عن طريق ان انا بعمل مديتيشن سيشنز للإدارة للتيتشرز حد مم. وتلات وخميس. مم. بس ببراكتس عشان ما انساش، انا بحب ما انساش الكورس. مم. آه ف يعني انت خدتي كورس از سيرتيفايد مديتيتور، مش بس ليكي، بس انت كمان تقدري تعمليه للناس كمان. وانا كمان ابلاي. بحب كمان اي معلومه اوكي. اخدها. لما بتعمل لها ريتيتشنج خلاص اوكي. بتثبت وبتبقى صحيح. بالنسبه لك بارت صحيح. بارت اوف يو. فمن هنا بقيت اعمل مديتيشن للبارنتس وللتيتشرز. مم. فدخلني في منحنى تاني ان هو البارنتس معانا بدات تقول انا يعني ممكن بعد المديتيشن او حاجه تدي كومنت كده معين ان هي لما عملت كذا سيشن معانا في المديتيشن، لما حضرت معايا كذا سيشن ده فرق شويه انها بقت اهدى. زوجي بعت لك رساله بيقول لك يعني بليز قعديني جنبك في اي حته. فبقيت مستغربه واو. الكومنتس يعني اه. حسيت ان هو لا، هو مش الفكره ان هو اثر فيا انا فقط، لا هو حاجه بتغير somehow في المينتاليتي، ومنها بتغير في اسلوب حياتك مم. في شغلك او في فانت بيتك. خدتي المديتيشن عشان تفيدي الامهات اللي بتصرخ طول الوقت تقريبا، ان هي definitely تبقى اهدى وما تبقاش على شفا الانهيار العصبي اللي انت كنت داخله عليه. فلقيتي تاثير مع المدرسين في طريقه، مثلا في مانجنج وهاندلنج الاطفال في الكلاسز، لقيتي تاثير في البيوت من هي اهالي. هي الاول حقيقه يعني انا كنت واخداها بس ببراكتس الكورس فور يور وبوصل سيلف. اللي انا استفدته واو. فقط. بس لقيت الفايده مثلا على بيست على التيتشرز. لو تيتشر عصبيه جدا في الكلاس وبتدخل تتوتر وتبقى مم. الدنيا معاها كده، بتقولي هو حضرتك بتعملي فيا ايه؟ يعني انا ما بقاش عندي باور واو. ان انا ازعق. واو. لا طب فاين يعني واو. صوت ضعيف. آه. فده بالنسبه واو. للتيتشرز مور اور ليس يعني كومنتس من هذا الاتجاه يعني. وبالنسبه للبارنتس انا ما كنتش ستريسد، روحت البيت كان في وقت ان احل مع اولادي الهوموركس ونلعب مع بعض ونهزر مع بعض، وجي ابني ينام فمش عارفه قلت له اللي مش عارف ينام فعملت معاه مديتيشن واو. نام مش يعني لقيت الفيدباك. فمن هنا بدات استخدمه بقى كتول مم. لحل المشاكل، او ان اوكي. انا ابتدي بيه سياسه في الاداره. اوكي. احنا عايزين نكمل مع القصة الممتعة دي في الفيديوهات اللي جاية، عشان نعرف بقى ازاي ناخد المديتيشن ده وندخله في بيوتنا عشان نحولها لبيوت اهدى
ومور مايندفul وما فيهاش صريخ وزعيق، ويبقى ده تأثيره كمان على اولادنا صحي اكتر. هنكمل مع نوع زهرة في التوبيك الشيق ده ونشوف هنستغل المديتيشن ازاي في حياتنا وبيوتنا. استنونا في الفيديو اللي جاي.